أبو روة للحديث عن هذه المباراة. نبدأ قبل كل شيء على اليمين مدرب فريق الأفراد وليد المنوري، تحدثنا في لقاء أول يظهر فيه الأزرق في هذه البطولة، كيف الاستعدادات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ومساء الخير على الجميع، ومشكورين على الضيافة وحسن التنظيم، وإن شاء الله الفريق مستعد وجاهز إن شاء الله لحصد أول 3 نقاط إن شاء الله في البطولة. والمباراة طبعا هي أول مباراة حالنا في البطولة، وأول مشاركة لفريق الأفراد في البطولة، لكن إن شاء الله عازمين على تقديم يعني مستوى جيد، وإن شاء الله نتوج جهودنا ب3 نقاط إن شاء الله. يعني على الورق نتحدث الأفراد يعني ليس بالفريق الكثير إنجازاته وبطولاته يعني تحدث بكل واقعية، ولكن يصطدم في فريق أبو روة مع مباراة افتتاحية، الأمر أعتقد فيه من الصعوبة الكثيرة. والله هو طبعا هذا كله على الورق، لكن في النهاية اللي يحكم هو الأداء في الميدان، وإن شاء الله مجريات المباراة هي اللي بتعبر عن النتيجة إن شاء الله. ثقة كبيرة من مدرب فريق الأفراد، بالتالي الثقة ستترجم على أرضية الميدان، ولكن أيضا لا ننسى هناك فريق كبير قادر على الوصول بعد سنتين، وقبل سنتين فريق أبو روة يتوج ببطولة الفاو الكروية، بعد ذلك الفريق يختفي عن الأنظار في منصات التتويج. ماذا تقولون عن هذه البطولة وكيف الاستعدادات لها؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على الاستضافة. ثاني شيء كل شيء يعني لازم يبتدي بابتداء، لازم انه يكون في قمة عطاء. كان فريقنا، احنا نتكلم عن فريقنا فريق أبو روة، يعني بدأ الحمد لله رب العالمين بداية جيدة في مواسمه، لم يحال في الحظ، فاستغل هذه الفرص الحمد لله رب العالمين، مجهودات الشباب، مجهودات الطاقم الفني، اخواننا اللي كانوا قبل اخذوا بطولة الفاو. لكن مثل ما نقول كل فريق وكل حصان اللي قبله، كانت قبل الفريق هي كثرة الإصابات، يعني هي اللي أثرت على مستوى الفريق. لكن احنا تعودنا فريق أبو روة يعني وإن كانت الإصابات موجودة، الفريق يعني بشكل عام لا تنقص أسماء الموجود الفريق من الأسماء الفرق الولادة على مستوى ولاية السوق في تفريغ النجوم واللاعبين. هل يواجه هذه المرة أبو روة يعني مشكلة في وجود لاعبين يعني أكفاء يقدمون مسيرة أبو روة في هذه البطولة؟ لا ولله الحمد، يعني النجوم موجودين يعني سواء في الأعمار السنية، سواء في الفئات، أي فئة، يعني الشباب أو الأولمبي أو الفريق الأول، الحمد لله رب العالمين، يعني الشباب جزاهم الله خير مكفين. لكن مثل ما تقول كل حد يعني انشغالات في النادي اللي كذا، هذه الظروف اللي عملت يعني على أساس إن نختفي هذه الفترة. تواجه الأفراد اليوم إن شاء الله، وطامحين ل3 نقاط إن شاء الله. على حساب الأفراد؟ على حساب الأفراد. يعني تحدث أيضا وثقة أيضا موجودة من كلا المدربين في هذه الأمسية. نرجع لوليد المنوري في آخر السؤال، يعني أن تواجه أبو روة في مباراة يعني لها من الصعوبة الكثير، ولكن يعني الأفراد لا زال كفريق نشاهده فيه مزيج بين أسماء شابة صغيرة ومزيج بين أسماء كبيرة. نتحدث عن خميس البوسعيد الآن يكمل عمره 32 سنة، فيما أسماء صغيرة متواجدة. كيف هي الانسجام بين هذه الأسماء والخليط؟ والله طبعا هذا مجموعة شباب يمكن صار لهم بس 2 سنين مع بعض يعني، لكن إن شاء الله خضنا يعني كم بطولة بهذه الأسماء، إن شاء الله نتأمل من هذه البطولة إن شاء الله بخير يعني. إن شاء الله أول مباراة، وإن شاء الله تشوفوا الفريق يعني يلعب كورة حلوة، وإن شاء الله هذا اللي نتأمل منه يعني. بإذن الله نتمنى التوفيق لكلا الطرفين. آخر سؤال نقوم به لفريق أبو روة، أسماء يعتمد عليها أبو روة في خلال هذا اللقاء؟ والله ما فيها اسماء، يعني نعتمد على الجميع، والجميع المشارك في هذه اللعبة، لعبة 11 شخص 11 لاعب، ما في اعتماد على اسماء، الجميع كل لاعب مكمل الثاني، وهذا السبب احنا تعود فريقنا على هذه النقاط، والحمد لله رب العالمين يعني ماشيين على هذا المسيرة، ما في اعتماد على اسماء معينة. يعني إجابة دبلوماسية يعني حصلنا عليها من مدرب كل الفريقين. من الصعب تماما أن تكشف جميع أوراقك قبل المباراة، هذا أمر طبيعي، وبين اثنين لم أستطيع أن أخذ جميع أسرار هذه المباراة، ولكن بالتأكيد سنعرف الأسرار بعد قليل، حيث البداية التي ستكون على أرضية الميدان
من هنا نقلنا لكم المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة إلى أن نلتقيكم خلال مجريات وأحداث هذه المباراة. شكرا لكم.